الاصطناعي. بعد أن استمعنا الأسبوع الماضي إلى الجزء الأول من قصة الفتاة الجزائرية فاطمة التي تعرضت للاغتصاب من قبل أخيها وأبيها تحت وطأة التهديد بالضرب والتعذيب وحبسها في المنزل، نكمل الجزء الثاني والأخير من تلك القصة المؤلمة التي أعدها الزميل جمال العريبي من الجزائر. وبابا واش كان يدير؟ يستغل كي تكوني ما في الزيتون ولا يجي يفتح الباب يدخل يدير رايو ويروح. يعني انت كنتي تخافي من الضرب وكنتي تتقبلي الامر هذا؟ ديجا كي كنت داخل الدار نمشي كيما نحبوا نخرج ما تقبلتش الوضع. الوغ رجع روحك في بلاصتي، تكون داخل البيت غلقين عليك مغلوقه الباب وخلاص سافدير يدخل يدير واش يحب ويخرج. يما سدي خافت من الهضره تاع الناس، خافت تاع واش راح يصرى، خافت ما خمتش علينا. وقتاش خرجت من هذيك البيت نهاري خويا ناض لاختي، سدي انا لا اله الا اختي راح ليها ديريكت. انا عندي اختي هذيك اللي معوقه تشرب كاردينال. بون صبرت، كتقول لي اختي صبري باك ندخل لونيفرسيتي نكمل قرايتي نديرو الحل. صبرت الناس هكذاك وما خلونيش ترونكيل. يشوفي كيما تخرج خويا يجي يشدني بالسيف وبابا حاجه واحده اخرى كاع. سادير كو خويا تقبلتها بصح تاع بابا ما تقبلتهاش. للدوك تاع بابا ما قدرش نتقبلها. بس حاجه واحده اخرى كي يكون باباك خوك شويه بصح باباك حاجه واحده اخرى. من بعد شربت، اختي كانت تشرب كاردينال، شربت ربع بوايت وصلت للكوما. اختي كانت في اليونيفرسيتي، اختي كي عيطوا لها قالوا لك اختك راهي في السبيطار على بالها بلي كاين حاجه. يعني كانت هي محاوله للانتحار؟ وي هذا هو الحل تاعي، ما عنديش حل واحد اخر. برا كنت خايفتها اكثر من كلش. صدق ما كنتش عندي شجاعه باش نخرج تماك. واحد الخطره نهار اللي عييت خلاص ايما راحت لقت الزيتون، خويا ما كاش، بابا جا شدني بالسيف تاع الشده تاع حاجه واحده اخرى كاع. تدير طلع فوقي ديما رس عليا واش ما لازمش كاع. جاز ولد عمي سمع العياط وسمع الهضره، طبع الطاقه، شاف بابا فوقي اون بلان اكسيون. دوس مع بابا راه عندي يما، قال هو راه راجل. قلت له راح للقهوه يشرب قهوه. قال ما شرب القهوه خليته في الدار. حولك واش دار مع بنتك ولا واش داير. جات يما كي جات يما ماشي ناض تعيط عليه، ما تعيط عليا انا. يعني ولا واحد من العائله حاول يدخل ولا واحد. يما مقابلتني بابا قاعد، شدت يما تدوك تحكمي في راجلك ولا نروح. قلت ما عندي واش ندير لك والو. ما هدرت ما نطقت ما والو. كنت عندي رونديفو للطبيب اون بليس كي يروح للطبيب يزيد يروح معايا هو. وصلت للطبيب دخلت للسبيطار وبابا عملوا راني في لا كونسلطاسيون. انا خرجت انا هربت. مو كي شافوني وحدي وجمعيه تاع النساء وقاعدين حطتني عندهم. بقيت عندهم 3 شهور. هذوك 3 شهور كانوا يعسوني اذا تجيني العاده تاعي ولا ما تجينيش. وما انا نسيت هذيك ضربه تاع الجن هذاك ما درتهاش كاع في راسي وما كان يعسوا. كي شافوني هذوك شهرين ما جاونيش نهار 3 شهور قالوا لي ديري التست. عباك يخرج بوزيتيف قبه هبلت. هما هبلوني بالعياط وهبلوني بالهضره وانا ما تقبلتش هذيك بليك راني يعني اونسات. هذاك مازال ما تقبلتهاش بك راني حامل. ما كاش كيفاش انا ما عنديش وين نروح ونزيد الطفله فوق ظهري. يعني حاولتي اجهاض ولا؟ حاولت اجهاض، عطيت للطبيب 8 ملايين عطاهم لي خالي ما حبتش تحب. حكمتني ليموراجي والطفله ما حبطتش. حتى قال لي طبيب ادي دراهمك يا بنت الناس، خفت تموتي هي تقعد لاصقه فيك. قال لي 4 شهور قال لي شوفي درت لك توت واش لازم كاع ما حبطتش. يا بنت الناس تموتي انتي وهي ما يصلها والو. يعني حتى عمليه الاجهاض ما فادتش مع على فان اوغوزمون. مازال سمانه بون باش نولد ماشي سمانه باسكو انا ولدوني في 8 شهور. دار لي ديكلونشمون هذاك الطبيب من شهر كيلك مازال ما وصلتش 9 شهور. دخلت لوبيتال
راه اللي يشوفك في لي ساج فام واش داروا فيا. يعني القبلات اللي وي راه اللي يشوفك فاش داروا فيا. انا نقولها ونعاودها. سادير كو ديجا واحده عاديه ما يخلوهاش ترونكيل على بالهم اللي كيولدوا طفل مجهول. قالوا لي نجيبوها لك، قلت لهم ما تجيبوها لي، ما نشوفها ما تشوفنيش. دخلوني لا شومبر، ما جاو طلعوا عليا، ما شافوني واش كاينه واش ما شافوني واش كاينه. وحده شومبر ايزولي وحدي. نوت نبكي، حكمتني لي موراجي ما هكذا نسيل نورمال، ما داروا بيا ما ريان ديتو. خذهم ديك جاتني لاسيستونت سوسيال. واش دات؟ نوض صباح، نوض في الليل بالما بارد دوشت. جات لا فام دو ميناج تعيط، قلت يا اختي خلوني ما عندي واش ندير. باش نرميها ما قدرتش. ايماجينو انا يمنها اللي حوست عليها ما لقيتهاش باش وما نلقاها قدامي وما تقول يا بنتي راني هنا. انا يمنها اللي حوست عليها ما لقيتهاش، وهي تاني نهار ترفد عينيها ما تلقانيش. هذا واش كان في راسي. شوفي تقولي جيتي انت وضربتيني بكف، وراكي واصله بهذا الطريق. قصة مأساوية